بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا بصور دلوقتي من المايك بتاع التليفون عشان نشوف الفرق. أنا اشتريت مايك جديد عشان في حد من إخواتنا قال لي إن صوت الفيديو اللي فات كان فيه مشكلة، فأنا جبت مايك جديد لاسلكي وقلت أجرب بيه الفيديو ده. أنا بصور دلوقتي من التليفون. دلوقتي نشغل مع بعض المايك الجديد عشان نشوف الفرق ما بين تصوير مايك التليفون والتصوير بالمايك الجديد. ده مايك اللي هو الكي 9، اشهر مايك لاسلكي لصناع المحتوى يعني، ولكن انا مش متفائل. كل اللي هنعمله ان احنا هنركب القطعة بتاع التليفون وندوس على الزرار ده اول ما يجي اخضر كده. معلش في مشكلة يا جماعة، صحيح نسيت اقول لكم عليها قبل ما نشغل المايك. في التليفونات خاصية في التليفونات اسمها الاو تي جي. الاو تي جي ديت لازم تفعلها من ضبط التليفون عشان تستقبل اي حاجة تركب في مكان الشاحن، يعني فلاشة مثلا او حاجات من هذا القبيل، زي المايك اللي احنا قلنا عليه ده راكب في مكان الفلاشة. فاحنا هنشغلها من التليفون الاول وبعدين نرجع تاني. لما الايد اخضر متصل كده اهو كده يبقى المايك اشتغل. طبعا دي اول تجربة للمايك. بسم الله الرحمن الرحيم. صوته احنا دلوقتي انا هحاول اعلي صوتي برضو لان انا مش متفائل بالمايك، فانتوا هتحكموا. لو انتوا قلتوا نبقي عليه هنسيبه، لو قلتوا رجعوا هرجعه، ونحاول بقدر الامكان نجيب مايك كويس. فده طبعا الامر انتوا اللي بتشوفوا وانتوا اللي بتسمعوا، فانتوا اللي هتقرروا اغير المايك ولا اسيبه. موضوع بقى فيديو النهارده عن خل التفاح العضوي. طبعا عشان نتكلم في خل التفاح لازم نعرف طريقة تصنيعه، لأن مش أي خل لونه غامق يتقال عليه خل تفاح، وهنثبت لكم دلوقتي. الخل التفاح بيتصنع بطريقتين. الطريقة الأولى بيقولوا عليها الطريقة التأليفية الكيميائية من الهيدروكربونات، ودي طبعا الطريقة ديت مش هي اللي احنا هنتكلم عليها، ولا ده نوع الخل اللي احنا هنتكلم عليه، والطريقة دي أصلا فيها أضرار. طب ليه؟ لأنها بتعتمد على تأليف حامض الخليج من الهيدروكربونات بتركيز عالية قوي، وبعد كده بيتم تخفيفه إلى أن يصل إلى 4 و5%. ودي طبعا احنا قلنا الطريقة دي مضرة، فيها أضرار، ومش دي اللي احنا أصلا بنتكلم عليها النهارده. هنتكلم بقى على الطريقة الثانية، وهي طريقة التخمر الطبيعي، طريقة التخمير الطبيعي من التفاح نفسه. التفاح نفسه بيتخمر طبيعي، تمام، ويطلع خل التفاح. دي بقى الطريقه اللي احنا هنتكلم عليها. الطريقه الثانيه دي بقى يا جماعه بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على تخمر السكريات الموجوده في الفواكه بشكل عام، وفاكهه التفاح دلوقتي عشان هي المنوطه بالفيديو النهارده بشكل خاص، لان طبعا في خل تاني زي خل الرمان او خل العنب، بس احنا هنتكلم النهارده عن خل التفاح. فاحنا هنقول ان هي بتعتمد على تخمر السكريات الموجوده في التفاح اللي هو فاكهه التفاح، تمام، وتحويلها الى كحول بواسطه الخميره. بعدها بقى بيوضع في مخمرات الخل الخاصه لتحويله الى خل، لاجل اكسده الكحول الى خل بواسطه الكيتو باستر بمساعده الاكسجين والهواء. طيب، قبل ما نتكلم عن فوائد خل التفاح للطيور، تعالوا مع بعض اوريكم منتجين عشان نشوف موضوع خل التفاح من الخل العادي. ده منتج خل تفاح عضوي، وده منتج خل تفاح عادي اللي انا شاريه من البقاله عادي. ده ب 12 جنيه، يعني اللتر في ده واقف ب 40 جنيه، اللتر في ده واقف ب 350 جنيه، تمام كده. طيب، ايه الفرق بين ده وبين ده؟ ما هو ده خل تفاح وده خل تفاح للاسف. ده خل تفاح عضوي، وده خل عصير التفاح بقى، ولا خل ابيض عليه عصير تفاح، ما احناش عارفين هو ايه ده. ايه ابو 12 جنيه ده؟ مش عارف بصراحه. ده مش خل تفاح يا جماعه، ده خل تفاح. طيب، نعرفهم من بعض ازاي؟ اولا تعالوا نشوف ده اللي هو ده. ده ايه؟ ده خل تفاح
مكتوب عليه بقى عشان بس تعرفوا ان هو مش خل تفاح. ده مكتوب عليه ايه بقى؟ خلاصة ثمار التفاح الطبيعي. يعني عصير تفاح على ايه بقى؟ على منظم حموضة، تمام، على خل قصب. خل قصب يعني ده خل ابيض محطوط عليه حاجات مهضمة مع عصير تفاح، يعني ده مش خل تفاح، ده مش خل تفاح. ابو 12 جنيه ده، يعني اللتر من ده مثلا ب 40 جنيه، ده مش خل تفاح يا جماعه، ده خل ابيض عليه عصير تفاح، عشان بس ايه الناس تبقى عارفه احنا بنقول ايه. ده اللتر، ده لتر الا ربع، شاريه طبعا من عند الاستاذ محمد السيد. طبعا عنده زيوت وعنده خل وعنده خضروات وعنده شاي فيرست اللي هو شاي الاعشاب، ويعني هو راجل مجتهد، واحنا ايه محترم ولا نزكي على الله احدا. انا بتعامل معاه من زمان، فانا جبت منه لتر ب 350، سبت للجماعه ربع لتر تحت يستعملوه على السلطات وكده، وجبت للحمام لتر الا ربع، هم ثلاثه، الواحده من ديت ربع لتر. طيب، خل التفاح العضوي يا جماعه بيبقى في حاجه اسمها الخل. الخل دي تحسها خيوط ماشيه كده جوه، دي مكونه اصلا في الخل بفعل الخميره. يعني هحاول ابينها لكم. تمام، هي بتبقى عامله زي ايه؟ اهي خيوط كده عايمه جوه الخل. ده خل التفاح العضوي، دي اسمها الخل، تحسها رواسب كده، واولا لونه ما بيبقاش ابيض، ولونه بيبقى برتقاني غامق، يعني لونه غامق عكر يعني. هو ده الى حد ما خفيف شويه، بس برضه خل تفاح عضوي. هو مش الاستندر، بس جميل بصراحه. حتى هسيب لكم هسيب لكم صوره لنوع خل كنت عايز اجيبه، يعني هو اشهر نوع خل في العالم تقريبا، موجود في مصر، بس ال 450 مللي منه اقل من نص لتر شويه، ب 999 جنيه، يعني ب 1000 جنيه نص لتر، يعني اللتر ب 2000 جنيه خل تفاح عضوي. فهو بيفرق هنا بقى في كل لما الجوده بتعلى كل لما سعر المنتج بيزيد، واحنا برضو يعني بنجيب حاجات الى حد ما كويسه وفي نفس الوقت سعرها حنين. ده بالنسبه لموضوع خل التفاح اللي ب 12 جنيه ولا ب 10 جنيه، وخل التفاح العضوي بقى اللي احنا اصلا بنتكلم عليه في الفيديو، اللي هو معمول له تخمير زي ما هو. طيب، فوائد خل التفاح، نقول طبعا الفوائد الاول ونختم بالاضرار. ماشي. طيب، فوائد خل التفاح دي اول حاجه نعملها ان احنا ممكن نستعمله في تطهير وتعقيم الادوات بتاع الاكل والشرب، يعني ننظف بيه المسق، ننظف بيه الاكلات، نطهر بيه المكان وهكذا يعني. فوائده بقى للطيور، لما نحط للطيور منه على الايه، على الميه او على الاكل. والفايده للطيور انه بيعزز من كفاءه جهاز المناعه لدى الطيور، يحافظ على صحه القلب والجهاز الهضمي، بيعيد الحموضه لمستوياتها الطبيعيه لهضم افضل. طبعا بيعزز الجسم لمقاومة الأمراض البكتيرية، لأن هو أصلا مضاد للبكتيريا، وطبعا بيساعد في قتل البكتيريا والفطريات والطفيليات، وبيسيطر على التكاثر المفرط للخميرة في الجسم يعني، بيقلل معدل الكوليسترول في الدم. طيب، تعالوا بقى مع بعض نقول أضراره للطيور، وفي نفس الوقت نعرف جرعة الخل وطريقة استعماله. أضرار الطيور أنا بصراحة قعدت أدور كتير، لقيت فيه كم ضرر كده بسيط، بس فيه ضرر كبير على طيور الحمام. التفاح يا جماعة بيعمل على إبطاء خروج الطعام من الأمعاء، وعشان كده اخواتنا يعني اللي بيستعملوه في التخسيس، ليه بيستعملوه في التخسيس يعني؟ بيستعملوه في التخسيس عشان هو بيبطئ من حركة الطعام في المعدة، بيبطئ خروجه من المعدة، فدايما بيبقى فيه إحساس بالشبع،
وده طبعا احنا مش محتاجينه في الطيور، احنا عايزين الطيور تاكل وتهضم وكده، لا عشان يبقى عندها عسر هضم تبقى فيه مشكله. وعشان كده اللي عنده حمام او طيور عندها عسر هضم ما يديش خل تفاح. تاني ضرر ليه بقى على الطيور انه بيقلل مستوى البوتاسيوم في الجسم. طب وده بيعمل ايه يعني؟ اول حاجه كده بيعملها لين وهشاشه في العظام، بيعمل زي همدان للطيور او الضعف بشكل عام، تحس الطير مش في المود بتاع الطيور، يعني تحسه همدان كده. تالت حاجه بقى لو افرطنا يعني تخلي التفاح ده بيعمل تشنجات عصبيه، وده احنا مش عايزينه خالص طبعا. فلازم كل حاجه في الاستعمال تبقى بمعدل وسطي كده، ما نفرطش في استعمال اي حاجه يعني، خلي كل حاجه في وضعها الطبيعي. الضرر بقى يا جماعه الاخير اللي هو بيضر الحمام جامد، وخصوصا حمام الطيران او السباقات وحمام النش، وهو استحمام الحمام بخل التفاح. ودي من اخطر الحاجات اللي بيعملها خل التفاح لطيور الحمام او للطيور المائيه عامه، لان هي بتبقى منوطه شويه بموضوع الغده الزيتيه. الغده الزيتيه دي انا وريتها لكم قبل كده، ولكن احنا ممكن نجيب لكم حاجه نوريها لكم. ده زغلول لسه ما اتفطمش. دي يا جماعه الغده الزيتيه اللي احنا هنتكلم عليها، يا ريت تكون واضحه. طيب ايه بقى الغده الزيتيه دي؟ طبعا احنا هنعمل لها فيديو منفصل او فيديو لوحدها عشان نتكلم عنها بالتفصيل، ولكن الغده الزيتيه دي باختصار دي غده بتفرز زيت، الطائر بياخده بمنقاره ويقعد يوزعه على ريشه، زي اللي بيحط يعني كريم للشمس او بيحط كريم على شعره علشان يرطبه ويخلي شكله حلو وقوي. طب الغده الزيتيه دي ايه اللي هيأثر ايه يعني؟ خلي التفاح يعمل ايه يعني؟ او خلي التفاح بقى لما نحمي بيه الطيور بيعمل زي تفكيك للدهون اللي موجوده على الريش، او بيخليها تطلع من الريش، او يعني لما الطير بيستحمى بالخل الماده دي بتروح من على الريش، فتقوم الغده تفرز زيوتها او المواد الدهنيه بتاعتها بصفه قويه شويه عشان تقدر تغطي الريش ده تاني، ويبدا الطير يحك بجسمه جامد بحيث ان هو ياخد جزء كبير يغطي ريشه تاني بالماده الزيتيه دي. فدي طبعا خطر. من بعد استحمام الطيور بخل التفاح بتعمل حاجة زي الهيجان. بعد بقى استحمام الطيور بخل التفاح بتعمل ايه؟ ايه الخطورة هنا؟ هي بتجفف الجلد وتنشف الريش، لانها شالت من عليه الطبقة الدهنية اصلا اللي هي المفروض تبقى طبقة حماية الريش الطبيعية الموجودة اصلا في الايه في الحمام، فاحنا شلناها. فطبعا بيرجع في الجلد ناشف والريش جاف وكده. طب ايه اللي بيحصل؟ الطير يفضل ياخد زيت من الغده الزيتيه عشان يغطي ريشه بيه عشان يحافظ عليه، فالغده بتفرز كميه كبيره في وقت قصير فتقوم تعمل لها حاجه زي شبه جفاف. لا هو الطائر خد زيت كمل على جسمه علشان يكمل الريش عشان يغطيه، ولا الغده عادت بيفرز بنفس الامكانيات علشان حصل افراز مفرط في وقت قصير فما عادتش بتفرز بنفس الكفاءه. فحصل هنا خلل بقى. الخلل ده بيأثر على الريش، بيعمل تقصف في الريش، الريش بينشف، بيحصل مشكله في حمام الطيران وحمام النشء، واي نوع حمام ريشه بيتأثر تأثر جامد بسبب استحمام الحمام بخل التفاح. طبعا بتعمل حكه للطيور. الحمام بيبقى شفت انت لما الحمام بيبقى فيه ممكن يبقى الحمام واقف انت متخيل ان هو فيه حشرات، ولكن هو ما فيهوش حاجه، هو بس احنا كل اللي عملناه حمامه بخل تفاح. هو بقى عايز ياخد زيت، هو بيقعد يتهرش وخصوصا في منطقة آخر الظهر وأول الذيل كده علشان ياخد زيت يكسي ريشه اللي الزيت بتاعه راح من الاستحمام بخل التفاح. فيقعد يتهرش انت فكرته تفكر ان هو اصلا عنده حشرات، ولكن هو كل اللي بيعمله هو بيتهرش عشان جلده جافف، جلده ناشف شويه وريشه جافف، فيقوم عايز ياخد زيوت من الغده الذاتيه يلحق يرطب جسمه وريشه، فيقعد يتهرش، فبتعمل حاله من القلق للطيور وخصوصا الحمام اللي راقد على بيض.
فطبعا لا أنصح نهائيا باستحمام طيور الحمام أو العصافير بخل التفاح. خل التفاح ده يا جماعة بيتشرب للحمام، وهنقول لكم دلوقتي على الجرعة وطريقة استعماله عشان ما نفرطش برضه في الموضوع، لأن الإفراط في استعماله برضه فيه خطورة. طبعا هو موضوع الاستحمام بالخل، أنا واحد من الناس أنا كنت بعمله بصراحة. كنت وإن ما لقيتش خل تفاح احط تفاح ابيض، خل بتاع احط خل ابيض بدل خل التفاح، بحط خل ابيض عادي. يعني ليه؟ كنت بسمع ده بيقول الحمى بخل التفاح بيقتل سوس الريش وبيعمل دبانة الحمام او لاخره، يعني الطفيليات الخارجيه ديت بيقضي عليها خل التفاح، ودي حاجه رخيصه يعني. فكنا دايما نحمي الحمام بخل التفاح، وما لقيتوش كنت بحط خل عادي، وده فيه خطوره شديده على الحمام. الحمام اصلا ليه منتجات للاستحمام بتبقى آمنة جدا على الحمام. هوري لكم منتج انا عملت عليه فيديو قبل كده. يا جماعة ده منتج كنت عملت عليه فيديو وانا بحمل الحمام قبل كده. ده منتج ألماني، ده مخصص لاستحمام الحمام. يبقى استحمام الحمام يا جماعة يبقى بمبيد آمن أو بمية بس. نستعمله بقى كم مرة وجرعته قد إيه؟ طيب أنا أفضل يعني من 4 ل 5 سنتي على لتر المية مرة واحدة في الأسبوع، وكده كويس على الحمام جدا. بلاش الزيادة قوي، لأن الحمام الحمض بيبان في المية، فالحمام ما بيقبلش على شرب المية. فخلينا دايما في الرينج المعقول من 3 ل 5 سنتي على لتر المية من خل التفاح العضوي مرة واحدة في الأسبوع. هيساعدنا في حاجات كتيرة ونتجنب الأضرار اللي بيعملها. والله أعلى وأعلم، والفيديو بتاعنا خلص. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.